ما يصير. يا دولة الكفار، أيها المجرم يا عبد الفتاح السيسي، أيها المجرم يا من صرفت كل أموالك على المؤتمرات. يوميا تسوي مؤتمر، حضرت جنابك بارع فقط في المؤتمرات، لا أكثر ولا أقل، فقط في المؤتمرات وسجن السياسيين. أي واحد سياسي معارض لك في الرأي بالسجن مباشرة، أنت وهذا إعلامك الخبيث. وهذه الدولة المجرمة العراقية الكافرة الملحدة تريد أن تحجر على الناس في منازلهم وهم يعلمون علم اليقين أن هذا الرجل الذي بالمنزل عنده 8 9 10 أطفال، عنده بسطية طماطة وبوتيتا وباذنجان. إذا ما فتح اليوم معناها غد ريوق، غدا عشاء ما عنده. هذا شلون يعيش؟ من يقول المساعدة؟ نعم، المرجعية المتمثلة بسيد السيستاني والإخوة من طلبة العلم، أنا شفت بعيني قاموا بأعمال جبارة في إيصال الأطعمة، لكن من توصل للكل؟ أتحدى واحد يقول لي توصل للكل. ما توصل للكل. شنو 1 2 3؟ يحتاج إمداد دولي. ما يصير، هذا مو حكي. كل واحد مشهور، كل واحد ممثل، كل واحد لاعب، كل واحد مقدم برامج، كل واحد عضو بالدولة مسوي فيديو خليك ببيتك وهو طايح الحظ الثلاجة مالته متروسة ترس أطعمة، ويسوي فيديو الشخص عنده كيلو بوتيتا اليوم لازم يسوي غدا لأطفاله، باكر ما عنده أكل، خليك ببيتك، يلا خلينا نتعاون.